السفر للصين دلوقتي بقى اسهل مما تتوقع. في الفيديو ده هقول لك ازاي تطلع تأشيرة الصين للمصريين في 2026. لو انت ناوي تسافر الصين قريب سواء للسياحة او ان انت تستكشف واحدة من اكبر واغرب دول العالم، فاسمع الخطوات دي كويس، علشان في الفيديو ده هقول لك ازاي تطلع تأشيرة الصين للمصريين في 2026. لان لحد دلوقتي لسه المصريين بيحتاجوا ان هم يقدموا على تأشيرة ومفيش تأشيرة عند الوصول. اول حاجة هتجهز جواز السفر بتاعك ويكون ساري لمدة 6 شهور او اكتر، صور شخصية حديثة وبخلفية بيضاء، استمارة الطلب ودي بتنزلها من على الموقع اونلاين. هتحتاج ان انت تجيب حجز طيران ذهاب وعودة، وهتحتاج كمان حجز فندق او خطاب دعوة لو انت هتقيم عند حد، وطبعا هتكون مجهز كشف الحساب البنكي لاخر 6 شهور، وهتجيب كمان اثبات عمل او قيد دراسي على حسب حالتك. بعد كده بتملى الطلب من الموقع الرسمي اونلاين وبترفع كل المستندات على الابليكيشن. لو الملف اتقبل هتروح على قسم التأشيرات، علشان هناك هتسلم الباسبور بتاعك وتعمل بصمة الاصابع. رسوم التقديم بتكون حوالي 2600 جنيه، والطلب بياخد من 4 ل 7 ايام، وبعدها هيجي لك الباسبور وعليه ستيكر التأشيرة. ودي بتعتبر واحده من اسهل التأشيرات اللي انت ممكن تقدم عليها، وحالات الرفض فيها بتكون قليله جدا. ولو حابب بقى تعرف تكلفه رحله الصين كامله، اكتب لي الصين في التعليقات وهبعت لك كل التفاصيل.